ندردش كمان بالسؤال له علاقة بالأكل. مثل ما قلنا وصفات الأكل عندك على الانستغرام، وكمان نحفتي 30 كيلو خلال سنة وشجعتي المتابعين انه ينحفوا. احكي لي التفاصيل. من اجواء رمضان واهميه تحضير موائد شهيه ومفيده وكمان مناسبه للدخل، فيك مع تهاني لليوم حيكون مختلف لانه ضيفتنا لليوم إلها متابعين على منصات التواصل الاجتماعي بسبب مواهبها بتحضير الطعام. انا اسمي زهرة عماد، اجيت على السويد عمري 4 سنوات وصار لي 9 سنين اشتغل مدرسه. هوايتي الطبخ، أحب الطبخ كلش وفعالة بالسوشيال ميديا، أنشر بطبخاتي ووصفاتي وكلش مستمتعة بهذا الشيء. الزواج المبكر، وضعها كأم ل3 أطفال وكامرأة عاملة وغيرها من الأسئلة اللي راح أطرحها على زهرة عماد. يلا نبدأ. أهلا وسهلا فيكي زهرة ورمضان كريم. اليوم نحن عندك بالبيت لنعمل شيء مختلف مثل ما قلت بالمقدمة. خليني أحكي عن الصبر، وهو صفة من صفات شهر رمضان الكريم. هي الصفة قديش لازمتك بحياتك لقدرتي توصلي لهون؟ طبعا احنا نقول انه الصبر هو مفتاح الفرج، وعن تجربتي اني فعلا شفت انه اللي يصبر بالاخير هو اللي ينول. والصبر هو شيء حلو يعلم الانسان يتحدى نفسه، يعلم الإنسان يظل واقف على رجله رغم الصعوبات، ويخلي الإنسان يعني رغم الضغوطات اللي هو عايشها أو مثلا يكون بحالة سيئة إنه يقدر يظهر للناس بشكل حلو وبشكل لطيف، لأنه هو يكون صبور من داخله ومقتنع باللي دا يصير بيه، ويعرف إنه هو نهاية الصبر آخر شيء راح تكون فرج. فشيء كلش حلو الصبر. والحلو كمان انه بالحياة فيها الحلو والمر. اذا بدنا نحكي على الجانب المر اللي عشتيه، شو بتخبرينا وكيف تجاوزتيه؟ يعني الامور اللي صاروا وياي انه اني اجت للسويد بعمر صغير كلش، وعشت بين مجتمعين، السويدي اني يعني اصلي عراقية، فكان بداية شوية صعوبة أكو إنه أني أتأقلم ويا المجتمعين. بعدين كبرت شوية وتزوجت بسن مبكر، وكانت الصعوبات إنه تحملت مسؤولية بيت وصار عندي طفل، صار عندي بنية، وكانت ضغوطات الحياة والمسؤولية تحملتها وحدي، وكانت يعني أوفق لازم بين دراسة وبين بيت، فكانت هاي شوية ضغوطات وصعوبات بحياتي. هل إنه تحققي توازن بين تكوني كأم عاملة وكأم؟ بالضبط. طيب شو الحلو اللي كان؟ يعني الواحد بعد ما يتجاوز الصعوبات بيوصل إنه إيه في شغلات حلوة كانت بهاي الحياة. الحياة هي أصلاً حلوة، وأني كلش عندي تفاؤل بالحياة. الحلو طبعاً أولادي ال3 هم أحلى شيء بحياتي، وكلش فخورة بإنجازاتي وفرحانة بيها. أني درست، كملت دراستي رغم الضغوطات اللي كانت هواية، فقدرت أكمل دراستي. أخذت شهادة من الجامعة، وأني أدرس من صف، يعني شهادتي من صف التمهيدي لحد الصف السادس كل المواد، وطبعاً باللغة السويدية. فهذا أكبر إنجاز إلي، والحمد لله هو اللي خلاني أني أقدر أوقف على رجلي وأكفي بيتي وأكفي أطفالي، وأحب شغلي كلش هواي. وأكبر إنجاز إلي إنه أنا أحب الحياة ومتفائلة بيها وأنطي لنفسي وقت ولأطفالي. طيب خليني أخذ جملة التفاؤل ووجهي لكل أم أو صبية مستسلمة لوضعها، شو بتحكي لها هيك شيء فائلة ويشجعها؟ أقول لها إنه التفاؤل هو يبدي من داخلك. لا تتوقعين أبداً إنه أحد برا ينطيش التفاؤل أو يخليش تكونين إنسانة قوية أو ينطيش السعادة. لازم تبدين تحبين نفسك، هاي أهم شيء. تحبين نفسك هو مفتاح الكل شيء حلو بالدنيا. انطي نفسك أولوية وتحدي الصعوبات، وشوفي أي شيء يصير وياك صعب إنه هو تحدي وأنتي قدها، وصدقيني إذا هيك فكرتي راح تكونين قدها وراح تتجاوزين كل الصعوبات. وأحب همات أقول لها أنتي المسؤولة الوحيدة عن حياتك، لا تنتظرين أي أحد يطلعك من مأزق أو من مشكلة أو يساعدك بحياتك. هذا اللي أقوله.
يعني كلش هواي حلو الحكي اللي عم تحكيه. ومثل ما قلتي الوحدة تآمن، أي صبية لازم تآمن بنفسها وتحب حالها. هدول الشغلتين كتير مهمين لحتى تقدري تستمري وتوصلي للشيء اللي أنت بدك إياه. فعلا الإيمان هو شيء كلش مهم، ودائما خلي روحك، دائما تخيلي نفسك بالمكان اللي أنت تريديه بالشكل اللي أنت تريديه، واستعملي هذا الشيء كحافز. دائما كل ما تحسين روحك انه انت وصلتي لمرحله بعد ما تقدرين تكملين، شوفي روحك بهذاك المكان وبهاي الهيئه، وصدقيني الامل راح يخليش توصلين. زهرة، بما انه على الانستغرام بتقدمي غير انه دعم وتشجيع للصبايا، كمان بتقدمي وصفات كتير طيبة. واليوم نحن رمضان، ففي وجبة افطار اليوم عندك، شو هي الوجبة حتكون؟ اليوم راح اطبخ لكم مثل ما احنا نقول بالعراقي تمن رز. تمن ابيض وزعفران، واحنا نسميه حشو. هو عباره عن شعريه ويا مكسرات، وبالوجه راح نحط دجاج بس على طريقتي اني. يومي لكان نروح على المطبخ على السريع. فيروز وفي ابو كاس، رمضان كريم. وصلنا للمطبخ لنعرف كيف حتحضري الأكلة. بس قبل، الانستغرام هو عبارة عن وصفات أكل وانريدنينج. إذا بدنا نحكي وصفات الأكل، كيف بلشتي فيها وليش أكل؟ يعني أنا من يومي أحب الأكل وأحب الطبخ. كلنا بنحب الأكل. وأني من كنت صغيرة كنت دائما أتخيل روحي أني واقفة قدام جمهور، وكنت مثلا أسوي سلطة فاكهة أو أي شيء بسيط. فكنت أتخيل إنه أني مذيعة برنامج طبخ وأشرح شلون راح نسوي هاي السلطة. فاني من أنا وصغيرة عندي هاي الحب للطبخ. بس هي بلشت لما كنت أدرس بالجامعة، وكان لازم كل يوم نروح لهناك، يا اما ناكل بمطعم الجامعه يا اما ناخذ ويانا اكل. فكنت اني اخذ وياي اكل موتلودا، فكنت كل يوم انسال من زملائي شنو الاكله اللي انت طابختها وريحتها طيبه وشلون سويتيها. فكنت اقعد اشرح لهم. بعدين قلت اني اقعد اشرح لكل واحد بيهم، تعبت. فسنه 2011 قررت اسوي صفحه بالفيسبوك لان ما كان في انستغرام، وفعلا سويت صفحة وصرت أنزل بيها وصفات جدا بسيطة، بإضاءة بسيطة، بتصوير بسيط. بس أكثر شيء زملائي يعني كانت هي هاي الصفحة، فكثير استفادوا وصاروا كل ما أجي للجامعة أكل هاي الأكلة اللي بالموتلودا هم يكونوا شايفيها وهيك بلشت يعني. طيب شو رأيك زهرة اليوم حقق لك حلم طفولتك وأعطيك دور المذيعة مشان تحكي لنا عن وصفة اليوم؟ تمام، شكرا. طبعا للأكلة اللي راح أسويها اليوم راح أستعمل رز أبو كاس، وعندي دجاج، وراح يكون أسوي حشو، وهو المكونات مالاته راح تكون بصل وشعرية وزرش، وبعدين نزينه باللوز. وطبعا راح يكون النكهة مالته غير الكاري والكركم، هو النومي بصرة اللي مشهورة جدا بالمطبخ العراقي. فتعالوا ويانا أشوفكم شلون أطبخها. بعد ما استوت الشعرية راح ننزل البصل، نحمسه شوية ياخذ لون، وبعدين راح نبلش نحمس الشعرية لحد ما تصير شوي تاخذ لون وتصير شوي على كريسبي يعني. ورا ما نقعنا الرز أو التمن راح نطبخه. وهسه
هسا راح احط شوية صويا، صوص الصويا، ويا شوي زيت، ونطلي وجه الدجاج بهاي الصلصة. الريحة بتحكي، يعني لازم تكونوا معنا لتشموا بس الريحة. يعطيك العافية. خلينا هيك ندردش كمان بسؤال له علاقة بالأكل. مثل ما قلنا وصفات الأكل عندك على الانستغرام، وكمان نحفتي 30 كيلو خلال سنة، وشجعتي المتابعين انه ينحفوا. احكي لي التفاصيل. بلشت انه اخذت مساعدة من مدرب، وهو علمني شلون طريقة الطبخ. اخذت الفكرة وصرت اني اسوي وصفاتي اللي هي تتعلق بالحمية الغذائية، وصرت انزل وصفات صحية، وجدا صار تفاعل كبير يعني من المتابعين، وساعدت هواي بنات يضعفون عن طريق الوصفات الصحية اللي انزلها. هذا اللي صار. يعني وصفات صحية، بس اليوم الأكلة ما لها علاقة صحية بالصحية. خلصتي بقي شوي ونحن بنحط الأكل على السفرة. صحيح. ونبدأ بالأكل. يسلم ايديك يا زهرة على الاكل. هلا خليني بس اول شيء احكي شو موجود على السفرة. مثل ما قلنا هاي الاكله الان طبختها، اللي هي عباره عن رز وحشو على الطريقه العراقيه والدجاج، وهاي فتوش. تمام. هذا احنا نسميه جاجيك، اللي هو لبن وخيار، شوربه لسان العصفور، وشويه طرشي، وعندنا هنا التمر محشي بالجوز، وعلى الوجه راشي اللي هو الطحينيه، وشويه فستق وسمسم. الله يسلمك. زهرة، نختم الحلقة بسؤال، وهو انه انت قلتي حتوصلي او حابة توصلي للمكان اللي بدك توصلي له. هو شو المكان اللي بدك توصلي له؟ أنا حابة أكمل أشتغل بالطبخ، وحابة أفتح، أو يعني مبدئيا فتحت شركة كيترينج وأستلم طلبيات، وأحب أني أزين الأكل، فأحب أروح للموقع اللي تكون بالمناسبة أزين الأكل للناس. هاي أنا أحب أشتغل بيها. إن شاء الله باللقاء الجاي تكوني عاملة كيترينج ونيجي يعني نعمل معك. تسلمي يا رب. تسلمي. أهلا وسهلا بكم. أهلا فيكي. بدي أتشكرك كثير زهرة عماد، والشكر الأكبر لكل متابعي الكومبيس. بيبقى خبركم إنه النجاح ما له مقاييس محددة، مو شرط يكون عندك ثروة كبيرة أو حتى شهادة عالية أو توصل للفضاء ليقولوا عنك ناجح. النجاح هو الانتصار على الذات والانتقال من مرحلة اليأس وانعدام الأمل لمرحلة الحلم أو تحقيق الحلم حتى لو كان صغير. كنت معكم أنا تهاني عبود، تبقوا بخير ورمضان كريم. سلام.